هتكلم بقى على تجربتي في اختيار المحتوى وازاي بدأت. تجربتي كانت حلوة لانه كان عندي حب المحتوى الفوتوشوب والبريمير، وبحب اتفرج عليهم كتير، حتى لو فيديوهات بالنص ساعة او ساعة عادي بالنسبة لكم بتفرج عليها، مش بمل منها. فحبيت اعمل قناة واشارك خبرتي مع الناس، يعني حتى لو خبرة بسيطة حبيت اشاركها معاكم. وبرضه المحتوى ده انا بحبه عشان كده حبيت ابدأ بيه. وبعد كده ضفت نوعين تانيين زي ما كنت بقول لك، ضيف انواع تاني بس تبقى نفس محتواك مش بره. ضفت المحتوى بتاع نصائح الحماية، لان احنا حاليا كنا بنستخدم الانترنت وانا نفسي بستخدم عشان اوصل لكم الفيديوهات دي، فعشان انا اعرف احمي نفسي وانتوا تعرفوا تحموا خصوصيتكم فضفت المحتوى ده. وبعد كده ضفت برضو محتوى تاني اللي هو بتاع صناعة المحتوى بتاع اليوتيوب، عشان اوصل حتى لو خبرتي البسيطة في انشاء قناة وازاي بدأت عليها، فحبيت اشاركها معاكم برضو. وعشان لو حابين تبدأوا قنواتكم تبدأوا، ما توقفوش، ما تستناش يعني معدات زي اللي قلنا في الفيديو اللي فات وكده.